عجيبة جدا حكاية إرضاع ستنا حليمة السعدية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العرب زمان كانوا بيفتخروا وبيتباهوا بالفتيان الأقوياء، قوة نزال ومعارك وقوة كلمة، فصاحة وبلاغة في الكلام، وعشان كده العرب كانوا بيبعتوا أولادهم الرضع لمرضعات البادية والصحراء. العيل كان بيتربى في بيئة جديدة صخرية بيطلع عظمه ناشف وفصيح اللسان، أما المرضعات فكانت بتنقي أغنى القبائل وأبناء الأغنياء عشان بعد فترة يفضلوا يمنوا عليهم بالعطايا. وطبعا مفيش للمرضعات أفضل من مكة وقبائل مكة وقتها. ستنا حليمة السعدية كانت رقيقة الحال والدبة بتاعتها كانت نحيفة وضعيفة. المرضعات وصلوا مكة اسرع ونقوا افضل الرضع. الست حليمه وصلت متاخر وطبعا ظروفها ما كانتش بايديها، ما اتبقاش ليها الا طفل رضيع واحد وهو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زهدت فيه كل المرضعات، كل لما جده يعرضوا على مرضعه ترفض لانه يتيم الاب والام، يعني ما فيش منه منفعه. ربنا زهده في عيون كل المرضعات لحكمه الهيه ولحد ظروفه خارجه عن ارادته. وقد كان الشرف العظيم للسيده حليمه. اوعى تحزن على شيء فاتك، بالذات لو استنفذت كل الاسباب وظروفك مش بايديك. تاكد ان ربنا اكيد عاين لك الاحسن.